عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم كما تشوفوا جيتكم بريسيت سهلة باش نحضروا مع بعضنا تارت مالحة بالريقوتا والتون، حاجة تعمل 66 كيف. نشوفوا مع بعضنا بالطبيعة العجينة متاعنا كيفاش تكون ناجحة، وباش نعطيكم فكرة متاع فرز أحوايج بنينة وتشوفوا عليها الناس الكل كبار وصغار وتزين الطاولة. دونك قبل ما نتعداو نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير، ما تنساش باش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يعود يوصلكم كل فيديو نحط جديد. وتوا نتعداو نشوفوا مع بعضنا المقادير، نخلي لكم كالعادة تحت العنوان في صندوق الوصف. باش نحتاجو 300 غرام فارينة معاهم غرفة صغيرة ملح. عندي لهنا 150 غرام زبدة تكون ذايبة كما تشوفوا فيها، ذوبتها شوية يعني اون بوماد لازمها تكون. وعندي لهنايا أصفر بيضاء، وكمية من الماء لهنايا باش نحتاجوها باش نكملو نلمو باه البات، جوست كمية صغيرة وبرا. تعداو تويكا كنشوفو طريقة التحضير. دونك لهنايا نحطو الفرينة متاعنا، كسوا لهنايا راهو تحبو تخدمو بيديكم ولا بالروبو راهي نفس الطريقة. جوست كان تستعملو روبو تعملو الأداة متاع الكا متاع السبلاج. دونك لهنايا باش نحط الزبدة متاعي في الوسط، وباش نبدا نبسسها مليح في الفرينة. ضروري لأن هي الزبدة متاعكم تكون اون بوماد باش تسهل عليكم العملية. نبداو ندخلو بشوية بشوية. البات بريزي راهي ساهلة مالا متاخدش منا الوقت بالكل. كيما شفتو المقادير متاعها بساط، وزن الزبدة يكون شطر الفرينة. دونك نبسو مليح مليح الزبدة متاعنا بالفرينة حتى لين كنحسو توزعت بالتساوي. دونك تويكا باش نعمل الفراغ هكا في الوسط باش نحط أصفر البيضة، وباش نزيد شوية ونامي بالكل. ونبدا نلم في البات متاعي لهنايا. حاولوا انكم ما تعجنوش بالكل البات متاعكم، لازمكم تردوا بالكم مليح باش ما تعجنوهاش، راهي ما تحبش العجنان بالكل. دونك نبداو نلمو فيها بشوي بشوي حتى لين تتلم. وهاو نعاونو بالماء باش يساعدنا نلمو البات متاعنا. متكثروش من الماء، تبداو تزيدو باش تلمو البات متاعكم، راهي في ساعة ما تتلم خاطر هي بالزبدة. هاكا جيست بشوية بشوية نزيدو الماء كيما قلتلكم باش يعاونا وكاهو. سينون راهو كي تحطو برشا ماء ولا حاجة تجيكم بعتالي يابسة. وننصحكم سادة من المستحسن تستعملوا مارغرين سبيسيال نتاع فيتاج، تجيكم بالحق تكون عليها بات فيتي. بالطبيعة إذا كان متوفر سينون تنجم تستعمل أي مارغرين أخرى عادية ما يقلقش. وكان تحب تستعمل زبدة كيف كيف ما يقلقش، أما المارغرين تكون خير في البات بريزي. دونك كيما تشوف فيش نبدا نكلم وندور في نفس الوقت حتى لين تتشكل عندي العجينة كيما الكرة. راني لهنا مانيش قاعد نعجن، جوست هكا ننزل باش نلم التفاتف متاع العجينة اللي في الصحفة مازالو حتى لين كيما قلتلكم هكا تولي عندي بات متجانسة بالباهي. كيما تشوفوا فيها راهي ما تلصقش معناتها في اليد بالكل. جست من الاول هكاك تخلطو، لكن بعد هكا كيف تتلم تولي ما عادش تتلصق جملة. دونك تويك محسوب البات نتاعي حضرت باش نغطيها بالبابيي ترونسبارون، وضروري لهنايا نخليوها ترتاح على قليلة على قليلة نصيف ساعة، خليها ترتاح في الفريجيدير مليح مليح. وتويكا باش نحلو ونخدمو البات نتاعنا. هنايا خليتها ساعة اني في الفريجيدير، الحقيقة قد ما تخليوها خير قد ما يكون قد ما معناتها تجيكم البات نتاعكم ناجحة. الزبدة كيف تبرد وبعد ليك نخدمو بها العجينة وهي باردة، تخلي البات نتاعنا بعد ليك تجي ناجحة. دونك لهنايا مننساوش نرشو الفرينة متاعنا في البات باش الحل متاعها يكون ساهل. وهاكا نبداو نحلو في البات نتاعنا بشوية بشوية. رشو من بالباهي مليح الفرينة اللي في البلان دو ترافاي متاعكم باش خاطر كيف تزيدو تحلو كل شيء وقت ديما الأطراف يوصللهم الفرينة. الفرينة تساعد بالباهي باش تحل البات ساهلة، راهي في زعما تتحل البات متاعكم. كما قلت لكم اهم حاجه تكون رتحتها، والاهم من ذلك ما تعجنوهاش بالكل. راهو كيف تتعجن بعد لك في الفور تتخلص الحجم متاعها وتجيكم يابسه. وهذاك راهو مفعول الجلوتين. هكا كانكم تسكنوا لبرا ولا حاجه حاولوا تاخذوا فرينه تيب متاعها ما تيب معناتها اقل جلوتين ممكن. وجست ملاحظة صغيرة سادة بالنسبة للأصفر البيضة تنجمو تستغنوا عليه إذا كان ما تحبوش، لكن صدقوني تزيد في الكاليتي نتاع البات بريزي، هي على باز ماهيش انغريديون برانسيبال. دونك لأنا كملت حليت البات نتاعي كلين جودتها بالباهي. كيما تعرفوا بات التارت
لازم تتحل جويدة بالكدا، ما قعد لي كان باش نحطها في المول. لهنايا الفور متاعي قاعد يسخن على 200 درجة من فوق ومن اللوطا. دونك نوزع بالباهي التارت متاعي في وسط القالب، ونحاول بالطبيعة بعد ليك نحي الحواف. وبالطبيعة لهنايا اللي يقعد لي الديشي متاع البات على جنب الكل باش نلمو كيما تشوف فيه منعجنوش، جوست ننزل هاكا نزلان باش نلمو الكل مع بعضو، وباش نعاود نحلو نشكلو بعديكا نزين بيه من فوق. ولا كان تحبو تعملوه دي ميني باركات هاكا ميني تارتولات صغار. دونك بالطبيعة تويكا باش ناخد الفرشيطة ونقبو مليح التارت متاعنا، نقبوها مليح مليح في الجناب الكل باش ما تعملش هاكا فقاقع ولا تطلع تصيرلها ديفورماسيون معنتها في الفور. والجناب زادا متنساوش باش نقبوهم زادا. دونك لهنايا البات متاعي قبل ما نحطلها الفارس باش ندخلها تطيب في الفور، حكاية دريجين ربع ساعة هكاكا تشد روحها شوية، ومن بعد ليكا نرجعو نحطو فيها التارت، ديما ياخذها قاعدة في التارت طيبها شوية من اللول، باش تقعد بعد ليكا تجيكم ديما هشوشة. دونك تويك نتعداو للفرش. لهنايا عندي كمية من البطاطا، سحفة معبية باش نحط لهنايا بصل والمعدنوس. بالنسبة للبصل المعدنوس حطيت حكاية هكاكا شطر صحفة، راه كيما تشوف فيه باش نحط كل شي بالعين على حسب راهو الكوب متاع القالب التارت متاعكم، هاكا تحطو نتوما عينكم ميزانكم بالطبيعة تضيفو وتنقصو شنو تحبو. حطيت لهنا عندي عظمة مسموط حكاية 4 بيضات وزوز مغارف كبار تن. بالنسبة للتن منصحكمش تستعملو برشا إذا كان باش تستعملو الريقوتا، على خاطر كيما تعرفو الريقوتا الطعم متاعها خفيف وكتكثرو من التن باش ينقص من القوم تاع الريقوتا. دونك حطيت لهنايا الجبن المرحي وكملت حطيت ريقوتا 250 غرام ريقوتا لهنايا. بالنسبة للجبن المرحي ممكن حكاية 100 غرام هكاكا، ونخلط المكونات هذوما مع بعضهم بالباهي. تزيدو بالطبيعة اللي تحبو عليه، تحبو تزيدو الزيتون في وسط الخليط زيدوه، أنا حقيقة زدتو بعد ليكا في اللخر حطيتو من الفوق. وتويكا دونك ما قعد لي كان باش نلمو الخليط متاعنا، باش ناخد هنا في صحفة نحط هنايا 3 بيضات وزدتلهم الأبيض متاع العظم عندي فاضل، كملت ضفتو بالطبيعة العظم نضيفو على حسب الخليط متاعكم جوست ما يلملكم الخليط وكهو. حطيت هنايا رشة الملح ركتو مليح، وباش نكمل فواحة جوست بشوية فلفل أكحل وشوية كركم. ما ننصحكمش تكثروا من الفحات، هاكا حويجة سامبل ديجا معنتها الفارس اللي حطيناه معنتها بنتو في المكونات متاعو. دونك باش نضيف الخليط متاع العظم متاعي للخليط وكهو نخلط ونشوف في صورة ما هكا حسيتو شايح برشا نزيد، لكن مننصحكمش تستعملو برشا عظم، راهو الفارس متاع التارت متجيش فيها برشا عظم، جوست ملي منا الخليط هكا هو، سينو باش يجيكم منفس برشا معنتها كيما الطاجين. دونك تويكا الفارس متاعنا حاضر، مقعد لي كان باش نحطوه في التارت. دونك كيما تشوفو فيها التارت متاعي كيفني، متخليوهاش لين تحمر معنتها جوست هكا تشد روحها شوية، معنتها كيما تشوفو فيها مليزات البيضة ديجا. وهكا هو نحطو الخليط متاعنا. كيف نطيبو التارت متاعنا شوية قبل ما نحطو الفارس، تقعد لنا بعد ليك هشوشة وراو كل سوا معنتها باش تعملو تارت الحاجة سكرية ولا حاجة سالية اعتمدوها ديما الطريقة هذيا، وتو تشوفو معنتها تعطيكم نتيجة مزيانة. نسمحو مليح مليح الخليط متاعنا بالظهر متاع المغرفة باش يكون متوزع بالتساوي في الجناب متاع القالب الكل. هاكا وصل هناك عباد الزيتون كيما قلتلكم زدتهم من فوق حطيتهم، وقاعدة تويك جيت باش نكمل اللي فضولي من البات باش نحلو ونعملو معنتها نحلو جويد وباش نكمل نزين بيه حاجة اختيارية بالطبيعة هادية.
وندخلوا التارت نتاعنا تطيب في الفور حتى لين يحمر الوجه نتاعها بالباهي. كان تحبوا ان تدهنوا شويه البات اللي حطيناها من فوق بالاصفر البيضة باش يزيد يعطيكم كولور مزيان. زينو تنجم تخلوها كيما عملت اني ديجا منظرها هكا مزيان. تشدنا في الفور حكاية 45 دقيقة. انتم الفرن متاعكم طبيعة على 200 درجة. وكا هو هذه التارت متاعنا حضرت. نقعد لك توكي كان باش نقصها ونوريكم الشكل متاعها من داخل كيفاش يجي. دونك هذه رسالتي لكم اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. بالطبيعه كان عندكم اي تساؤل تخلوا لي في التعليقات، وما تنساوش باش تدعموني بالجيم وتعطوني رايكم في الكومنتير. ما تنساوش باش تشتركوا اذا كان مازلتوا ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس باش ديما فيديوهاتي اللي نهبطها تقعد توصل لكم. وتو متبقى لي كان باش نقولكم بسلامه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.